ده بقى مدار واسع بيسمح للأقمار الصناعية بالحركة بسرعة قليلة والدوران بزاوية واسعة، فبيغطي مساحة كبيرة من الأرض. وده اللي موجود فيه إيه؟ أهم وأشهر أقمار أمريكا الملاحية، الجي بي إس. الجي بي إس هو النظام الوحيد المستخدم حاليا في رحلات الطيران الدولية، وتقريبا بيستخدم في كل جانب الحياة اليومية زي الاتصالات والمعاملات المالية والزراعة وغيرها كتير. ومع الوقت بدأت تظهر استخدامات جديدة، وفي دراسة تمت في 2019 بتقول إن فقدان خدمة الجي بي إس هيكلف أمريكا يومياً حوالي مليار دولار. يعني لو حصل هجوم على النظام ده ممكن مجالات كتير تتشل وتقف تماماً. وهنا لازم تسمع الحكاية دي. سنة 1993 ادعت الولايات المتحدة إن في سفينة صينية شايلة أسلحة كيميائية رايحة لإيران. حصلت البحرية الأمريكية السفينة في المياه الدولية 24 يوم. وفقاً للصين فأمريكا قطعت أهم أداة للملاحة في السفينة، الجي بي إس. طبعا الصين ما نسيتش ابدا الحادثه دي، وفهمت اهميه وجود نظام ملاحه عالمي خاص بيها من سنين.